ازيكم يا جماعه؟ النهارده يا جماعه هنتكلم على ترانسفير ستوري او ترانسفير انسيدنت، انتقال لعيب من نادي لنادي، حاجه غيرت فعلا في تاريخ الكوره، حاجه خلت الناس تقول ايه ده؟ طب والله ده ممكن فعلا يحصل. سنه 2000 يا جماعه كان في لعيب اسمه لويس فيجو، لويس فيجو ده كان في برشلونه، كان حاجه كبيره جدا جدا، كان زي الخطيب بتاع برشلونه مثلا، وكابتن النادي ونجم الفرقه ورمز لبرشلونه، لدرجه انه مره صبغ شعره احمر وازرق بسبب حبه لبرشلونه، مره طلع قال على الجمهور ريال مدريد لما كسبوا الدوري قال دول كراينج وايت بيبيز، وكان يعني حاجه برشلونه يعني. على الناحيه الثانيه بقى كان ريال مدريد ناس مدلعه نفسها جدا، ناس في اخر 3 سنين كسبانين تشامبيونز ليج مرتين، واحده قدام فالنسيا واحده قدام يوفنتوس، وكان الراجل لورينزو سانز ده ضامن انه قاعد وضامن اكيد انه هيكسب الانتخابات، وكان لازم اللي ينزل قدامه الانتخابات ده يكون هيعمل اللي ما اتعملش. هنا يا جماعه بقى ظهر سمير زاهر بتاع اوروبا، ظهر فلورنتينو بيريز، اقوى رجل في اوروبا والراجل اللي بشيكاته وبيصرف وبيشتري اي حد. الراجل ده قال لك انا عشان اكسب الانتخابات قدام واحد زي لورينزو سانز ده لازم اعمل حاجه، لازم اعمل اللي لازم اعمل حاجه، يعني حاجه قبها خالص. قال لك حملته الانتخابيه وفي البرنامج بتاعه قال لك انا هجيب لويس فيجو، فالناس قالت انت عبيط يا ابني، لويس فيجو ده هو برشلونه هتجيبه ازاي؟ قال لك لا هجيب لويس فيجو. اللي حصل انه راح كلم الايجنت بتاعه وقال له بص فيجو انا عرضكم عرض، خلي فيجو يمضي على رغبه انه يلعب لريال مدريد لو انا كسبت الانتخابات، مقابل ايه؟ مقابل انه تاخد 5 مليون يورو دلوقتي على الترابيزه. قال له بجد؟ قال له اه والله. قال له طب لو انت ما كسبتش الانتخابات، قال له ما كسبتش الانتخابات خلي معاكم 5 مليون يورو. بالنسبه لفيجو والوكيل بتاعه الموضوع كان سبوبه، قرشين حلوين يعني، وقال لك كده هو عايز يزود مرتبه في برشلونه، فلما الخبر يعني ايه برشلونه تسمع عنه او يتشم او يسمع قشطه، ايه ممكن يقولوا لا ليه يا فيجو كده هنزود لك عقدك وخلاص وبتاع. انما اللي حصل ان الخبر لما اتسرب مش بس عمل قلق، ده عمل ضجه كبيره جدا وغلب اسبانيا كلها، وطلع الاعلام الكتالوني هاجم فيجو، ايه يا فيجو ايه اللي انت عملته ده؟ ففيجو طلع في مؤتمر صحفي قال لهم لا يا جماعه ده الكلام ده متفبرك من بريز، وده بيقول اي كلام بس عشان ينفد برقبته، ده عايز يكسب الانتخابات اي كلام وخلاص. فرجعوا راحوا لبريز، بريز قال لهم لا انا كلامي صح، ولو فيجو ما جاش ريال مدريد لو انا كسبت خلي جمهور البرنابيو كلهم يجوا الاستاد ببلاش الموسم الجاي، وكده في فيجو لازم يجي غصب عنه لانه هيدفع غرامه 35 مليون يورو في الاتفاق ده لو هو انا كسبت الانتخابات وهو ما جاش في الاخر. الموضوع وصل لدرجه انه طلع جوارديولا، طلع انريكي، طلع ريفالدو، كل اللعيبه الثانيه قالت لك يا جماعه لا فيجو اكيد مش هيعمل كده، انتوا مجانين ولا ايه؟ انما بيريز كسب فعلا. بيريز ساعتها كان شايف انه الحل الوحيد انه يعرف يجيب فيجو انه يدفع الشرط الجزائي في عقده 65 مليون يورو، وده كان هيخليه اغلى لاعب في العالم ساعتها. اللي حصل ان خوان كاسبر رئيس برشلونه وقتها قال لك ازاي احتفظ بفيجو؟ عشان احتفظ بفيجو لازم ادفع ال 35 مليون يورو للعدو اللدود والغريم التقليدي وفلورنتينو بيريز، وانا اساعده ان هو يكسب الانتخابات، كل ده عشان احتفظ بلويس فيجو. فكانت النتيجه انه فيجو فعلا راح ريال مدريد، رغم انه قال لا الموسم الجاي في الكامب نو، راح ريال مدريد. حتى هما بيقدموه مع دي ستيفانو اللي هو اصلا في حوار بينه وبين برشلونه ومدريد مع بيريز وماسك فين رقم 10، تحس ان الراجل مش مبسوط، يعني الراجل مكلدم كده مش مصدق اللحظه اللي هو وصل فيها كده. اول ماتش ليه في الكامب نو الجمهور قاعد يصفر عليه ويرفع له يفط بقى يا خاين يا مرتزق يا ابن اللي مش عارف ايه، حاجات شتايم كلها. تاني ماتش في الموسم اللي بعديه الموضوع زاد اكتر، بيحدفوا ازايز، بيحدفوا علب، بيحدفوا ورق زباله، بيحدفوا، في واحد حدف له راس خنزير مقطوعه رماها له في الزرع والكاميرا جابتها. سالجادو نفسه بيحكي قال انا دايما بلعب معاه الشورت كورنر، اللي هو بروح بيبص لي الكورنر ونرفعها، نعمل اوفرلاب ونرفعها. قال لك بعد اول تلت ساعه كميه الحاجات اللي بتتحدف علينا انا سبته قلت له مع نفسك بقى. فيجو كان بيبص للجمهور يعمل لهم كده، في ناس بتصبع له كان بيعمل لهم كده. بس الاكيد ان الترانسفير انسيدنت بتاعت فيجو دي فعلا خلت ان دلوقتي بنشوف انديه ايطاليا بتبدل لعيبه، انديه انجلترا لعيب بيروح من هنا لهنا، وفي حاجات قيود اتفكت وحاجات انهارت، يعني مبادئ وايه اللي بيقولوا ده. بس فعلا الترانسفير انسيدنت بتاعت فيجو دي خلت حاجات كتيره جدا في عرف الكوره تتغير وفي عقليات اللعيبه، ان دلوقتي اي ايجنت يقول لك حبيبي عايز فلان هجيبه لك ويروح يظبط لك مع الواد ده حتى لو بيلعب في العدو التقليدي بتاعك. يعني قولوا لنا يا جماعه في الكومنتات مين اللعيبه من الاهلي للزمالك، من المصري للاسماعيلي، من دول في الخليج، من دول في اوروبا، من رايفلز، اللعيب راح من رايفل لرايفل ونجح مع الرايفل ده، وكانت حاجه اللي هو انت كنت شايف انها مستحيل انها تحصل. السلام عليكم.